السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم اليوم معايا في وصفة جديدة في قناتي عالم حنان، وصفة تستحق التجربة. خليكم معايا لاخر الفيديو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غندوزو المقادير. غناخذ واحد الاناء غنوضعوا فيه الملحه، راس معلقه ديال الكزبر حبوب، معلقه كبيره ديال السكينجبير، راس معلقه ديال التحميره، راس معلقه ديال العرق الصفر، راس معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال كروفيت بودر، انا بقى ليا غير شويه، نص معلقه ديال عطور البسطيله، 6 دروس ديال الثومه محكوكين، شنو نقولوا 3 معالق ديال معدنوس مقطع رقيق، الصوجا معلقه كبيره هكا، صلصه نيوكمان نص معلقه حتى هي، نضيفوا كذلك عصير نص حامضه، معلقه صغيره ديال الحامض مصير، الزيت قياس نقول هكا 2 معالق، المهم عينكم ميزانكم اللي نص. نخلطوا الخليط مزيان حتى يندمجوا المكونات. الكالامار، كروفيت منقي، والروكان، وممكن تعوضوه بالدجاج ماشي مشكل، المهم كان الحوت كان الدجاج. ناخذوا واحد المقلاة، غنحتاجوا واحد معلقه كبيره ديال الزبده والزيت الزيتون، 2 معالق كبار، والشرموله ديالنا اللي خلطنا قبل، وغنوضعوا هذا الشيء على النار ونرجع. وضعنا المقله ديالنا على نار شويه متوسطه، ونخليوها واحد شويه حتى تذوب الزبده، من بعد غنضيفوا لها الحوت. دابا غنوضعوا الروكان، من بعد كالامار، من بعد كروفيت. او ما كيتشحروا كيتشحر الحوت ديالنا كما كتشوفوا، كروفيت كالامار يطيبوا نص طيبه. نتوما راه كتقابلوا عينكم مزيان صافي. كما كتشوفوا معنا الشعريه الصينيه ديجا مغسوله ومقطره، كنخليوها حتى كتنشف. هذا الخليط اللي بقى لينا شويه من الشرموله ديال الحوت، زدنا عليه واحد شويه، هو اللي غنشرملو به الشعريه الصينيه. ها نتوما كما كتشوفوا معنا يكون جاري شويه باش الشعريه الصينيه تشرب هاد الشرموله هذه، باش تجينا الوصفه لذيذه وبنينه. الشرموله ديالنا على نار تكون متوسطه، خليوها تغلي شويه، واحد شويه، ومن بعد نوضعوا الشعريه ديالنا. نوضعوا دابا الشعريه ديالنا. اصلا فاش فزقتها بالماء درت الماء ديال قشور الكروفيت، يعني القشور ديال الكروفيت بلا ما تبقى ترميوهم، خليوهم عندكم في الكونجيلاتور، منين تحتاجوهم جبدوهم. بحال دابا الشعريه الصينيه تغليوها في الماء ديال الكروفيت، كتجي يا سلام بحال اللي راه شابعه كروفيت. المهم هذه بين قوسين نصيحه. صافي نحاولوا نخلطوا مزيان حتى تندمج العطريه ديالنا، الشرموله ديالنا عفوا، مع الشعريه. كتشوفوا الشعريه ديالنا طابت شحرات مع الحوت، وغنخلطوا الخليط كامل. درتو هنا في هاد الصينيه حيت ما يصلحش ليا نخلط في بانيو صافي. وها الحشوه ديالنا واجده ديال المرقه. من بعد غندوزو تحضير المرقه، المقادير ديالها. دابا غندوزو للعجينه ديالنا. المقادير اللي غنحتاجو 5 الكيسان ديال الدقيق الفورس، راه هنا يعني الدقيق الفورس الممتاز، حيت كاين اللي كيكون ما زوينش ما كتصدقش الوصفه. غنغربلوهم هانتوما. الطحين ديالنا مغربل، نضيفو الملحه
ساشيه ديال الخميره الحلويات 8 غرام، معلقه ديال العسل. انا غير دفيتها شويه باش تطلق ما تبقاش جامده. شكون قريب 2 معالق ديال الخل، 2 معالق كبار ديال الزيت. غنخلطوا العجين ديالنا دابا بالماء. في الاخير غنقول لكم القياس اللي غنحتاجو باش نجمعوا العجين. نزيدو نص كاس ديال الماء. بالنسبه لها العجين ديالنا دابا جمعناه غنطلقوه. بالنسبه للقياس ديال الماء كاس ونص. كما كتشوفوا العجين ديالنا دلكناه. دابا غنحطوه في هذا البول ونخليوه يرتاح ربع ساعه. غناخذ واحد الزلافه وغنوضعوا فيها 2 معالق كبار ديال الزبده و2 معالق كبار ديال نشا الذره مايزينا. هذا الخليط هذا هو اللي غنورقوا به العجين ديالنا اللي كيعطينا واحد القرمشه و كتجينا العجينه بحال ورق البسطيله. نحاولوا نخدموها مزيان باش نخلطوا داك النشا مع الزبده. هنا العجين ديالنا من بعد ما ارتاح قسمناه على 4 ديال القطع اللي غنشكلوهم على شكل كويرات ونخليهم يرتاحوا شويه ومن بعد نخدموه. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم وما تنساونيش كذلك من البارطاج. بارطاجيو الوصفه لتعم الفائده على الجميع. شكلتها على مسمنه كبيره تكون رقيقه وندهنها بهذاك الخليط ديال الزبده والنشا اللي حضرنا جميع ونتنيها من هذا الشيء. الفيديو صافي من بعد ما شكلناهم على شكل ملاوي رغايف غندهنوهم بالخليط ديال الزبده والنشا من الوسط. ها نتوما كما كتشوفوا درنا وحده فوق وحده. ها نتوما وجه مدهون على وجه مدهون، وجه المدهون على وجه المدهون. وغنخليوهم واحد هكا 5 دقائق غير على ما تلقات العجينه وعاد ندقوا. واحد المقله درنا فيها بابي كويسون غنحطوا فيها هاد الملويه هذه. شي حشم قال لي ولي شوف الوجه المول اللي قال لي ضرب عليه تماره. نحاولوا ندخلوا العجينه في الجنب بحال اللي كنلمطوا باش نجمعوا ما بين الورقه والورقه. هانتوما كما كتشوفوا معايا العجينه هذيك الرغيفه اللي حطيت فوق منها حاولت جمعتها من الجناب وخشيتها باش ما تحلش. هانتوما كما كتشوفوا معايا حاولنا شرطناها هكا قسمناها غير من الفوق حتى ملي كطيب كتجي سهله. كتجي خطيره مقرمشه بحال مصوبه بالورقه. هذه راه عجينه ديال المسمن كتجي لذيذه يعني غتصوبوها بالحوت ولا بالدجاج الحشوه اللي كانت عندكم موجوده متوفره. المذاق يا سلام ما نقول لكمش. صافي دابا غنرشوها. رشيتها بالبافو وجنجلان البيض. وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا ونهاية الوصفة. شوفوا الوصفة الشكل ديالها النهائي كيفاش جات. يا سلام ما نعاودش لكم على المذاق وعلى اللذة وعلى التقرميشة. مرقة ديالنا سهلة في التحضير بمقادير بسيطة يعني ممكن تحضروها بالحوت ممكن تحضروها بالدجاج. جاوكم الضياف حرتوا شنو توجدوا. انا جبت لكم هاد المرقة هذه تستحق التجربة. انا غنقسم معكم واحد القطعه واحد يعني المورسو وغتشوفوا الشكل ديالها كيفاش جات. الحشوه من داخل رائعه ما شاء الله. المذاق ما نقول لكمش كيحمق.
تحياتي لكم، تحياتي للمتابعة ديالكم. شكرا لكم بزاف، شكرا على تعاليقكم المشجعة دائما اللي كتخليني نبحث وندير مجهود ونجيب الجديد. الله يخطيكم عليا. إلى فيديو آخر وإلى وصفة أخرى بإذن الله. عالم حنان تحبكم في الله. لسن